بسم الله الرحمن الرحيم. يا دي ال 350 جنيه اللي انتي قرفانه بيهم وكل شويه تقولي لنا الميزانيه ومش الميزانيه ب 350. طب تعالوا اقول لكم بقى مع بعض. انا رحت السوق وحشتوني قوي قوي قوي، بقالي اسبوع ما نزلتلكمش مشتريات. انا جبت مشتريات قبل كده بس بصراحه كنت تعبانه وما قدرتش ان انا انزلها لكم. النهارده بقى رحت السوق، بس رحت بعد اذان المغرب كده على اذان العشاء يعني. رحت بقى جبت شوية حاجات لاني ما ببقاش فاضية بالنهار بصراحة، بدي اللي بشوف شغلي وبذاكر للعيال وكده، فدلوقتي اتعودت ان انا اروح بالليل شوية. بصوا بقى يا حبايبي، دي ميزانية ال 350 جنيه اللي انا قلت لكم عليها. جبت بيهم ايه؟ تعالوا بس مع بعض. قبل ما ابتدي الفيديو احب اعرفك بنفسي. انا اسمي السيدة حسن، دي قناتي وقناتك وقناة كل الحلوين اللي مشتركين فيها. يا رب كده يا قطتي تفضلوا بخير وبصحة وبسلامة. طبعا لو اشتركتي بجد بجد هتستفادي حاجات كتيرة، ويا رب دايما اكون عند حسن ظنكم. والميزانيات والله عاملاها، بس معلش اعذروني اليومين اللي فاتوا كنت في مشاكل والله شوية كده، بس الحمد لله يعني اتحلت. تعالوا مع بعض نعمل مع بعض الميزانية بتاعتنا النهاردة، وهنشوف هنقضي الاسبوع ازاي. وجبت صفقة بقى هقول لكم عليها في الاخر، صفقة هتنفع معايا اسبوعين. تعالوا بقى مع بعض. انتوا عارفين طبعا انا مش بشتري من اي، يعني بروح كده الف لفة وبعدين اجيب الحاجات الحلوة اللي انا بلاقيها. هنبتدي مع بعض بسم الله. اول حاجه البطاطس دي لقيتها ب6 جنيه، ويا جماعه ما تقولوليش انتي من عالم موازي ولا انتي مش عارفه ايه، والله العظيم الحاجه دي فعلا انا بجيبها من نفس اللي بقول لكم عليه. انا نفسي اخد معايا الموبايل، بس الموبايل بتاعي والله مكسور وكده، فعمل ما بمسكه وكده مش هينفع معايا في السوق. ان شاء الله باذن الله هصلح الموبايل وابقى اخد لكم واوريكم الاسعار هناك في السوق ده اللي من اسكندريه، شارع القاهره. السوق ده اسمه شارع القاهره، لو رحتي فيه هتجيبي الاسعار اللي بقولك عليها. بصوا البطاطس دي ب6 جنيه، فانا جبت ب20 جنيه منها. جميلة جدا وزي الفل، وتحمير على فكرة. يعني انا قلت دي للطبيخ، لا المرة اللي فاتت لما جبتها اتحمرت معايا. دول كده 3 كيلو ونص او 4 كيلو بصراحة، هو حطلي بصراحة بالزيادة. دول كده ب20 جنيه. انا عندي بطاطس مش هكسبها لكم، بس البطاطس بحبها دايما في البيت. يعني لو عايزين صينية بطاطس، عايزين شوية انتوا عارفين طبعا تحمير بطاطس مش عارفة ايه بتنفع معايا. ادي كده البطاطس. بصوا بقى، لقيت الفلفل اللي هو دوت الكوبي ده بتاعنا الحلو، لقيته ب2 جنيه ونص. جبت كيلو برضو بينفع معايا لو هعمل كبدة، لو هعمل محشي، بصراحة بينفع في كل حاجة. لو هعمل مسقعة، لو هعمل اي حاجة، بصراحة شغال معايا قوي الفلفل ده. والكيلو ب10 جنيه. انتوا عارفين انا بعمل ايه يا حبايبي؟ انا بخلي ايه لكل حاجة وانا ماشية. بخلي مثلا للطماطم 20 أو 30 طبعا، لان الطماطم غلت دلوقتي. بخلي 10 للفلفل، بخلي 20 للبصل، بخلي 20. والله بجد كده اعملي كده وان شاء الله باذن الله هتفرق معاكي. انا كنت بصراحة عاملة 20 جنيه للبطاطس و10 جنيه للفلفل، يبقى كده معايا 30 جنيه. احسبوا معايا بقى وقولوا لي ماشي. انا هودي الحاجات كده واجيبها تاني عندكم. وبعدين جبت نص جزر ب5 جنيه، هو مش قد كده يعني، بس والله يعني حلو زي الفل عشان السلطة. بصراحة بحب الجزر مع السلطة والبنجر. هقول لكم ده كده الكيلو كان ب10، جبت انا نص خلاص. وجبت كمان البنجر اهو قبل ما هنسى، الاتنين دول كانوا ب5 جنيه. هو الكيلو ب15، بس انا بصراحة كان اخر 5 جنيه معايا، قلت له اديلي ب5 جنيه. بصراحة باخد نص واحدة بحطها ببشرها على السلطة وببشر معاهم الجزر. ادي كده 5 و5، ادي كده 10 جنيه للسلطة بتاعتنا. وطبعا انا جبت طماطم وخيار. والبتنجان ده لقيته ب10 برضو، جميل كده، لقيته صغنن. انا بحب البتنجانة الصغيرة، هتسألوني ليه معرفش مش اجيب البتنجانية الكبيرة. لقيت الكيلو ب10 برضو، جبت كيلو بدنجان. البدنجان بقى ساعات كده بيهفني على المسقعة، بصراحة بعمل مسقعة بيه ومن الحاجات الحلوة. هو كان ب5 جنيه بقى ب10 دلوقتي، او بعمله مسقعة باللحمة المفرومة بصراحة في يوم. ادي كده برضو ممكن يوم نعمل صينية بطاطس، ممكن يوم نعمل صينية مسقعة بالبدنجان كده والفلفل بس من غير لحمة، بتبقى جميلة بصراحة. وهنا بقى البصل، كان الكيلو من البصل الاحمر ب10، والكيلو من البصل ده برضو ب10. فانا جبت، قلت له ينفع اخد 2 كيلو مشكلين؟ قال لي خدي اللي انت عاوزاه. فجبت برضو 2 كيلو ب20 جنيه. البصل عندي بس هو بينفع بصراحة. بس بقى اخدت 2 كيلو من البصل.
بصوا انا فصلت بصراحه عشان البياع اللي بيجي كل يوم برضه مفيش فايده، بيجي ساعه ما انا بصور. بصوا لقيت ده ب10 جنيه وده ب10 جنيه زي ما قلت لكم، فجبت كيلو من ده. يعني انا بصراحه شكلتهم مع بعض كده، بصوا مش عارفه. يبقى كده برضو ب20 جنيه البصل اللي احنا قلنا عليه. طيب هنا بقى كان ده التين بتاعنا حبيبنا، لقيته ب15 عند واحده صاحبتي، قالت لي خديهم كلهم ب50. قلت لها لا والله ما معايا غير كده، هاتي 2 كيلو عشان اعمل مربى وعشان برضو الولاد بياكلوه. ب15 جنيه 2 كيلو ب30. اما الطماطم بقى المجنونه ب20 جنيه بصراحه، وغاليه وب22. فانا قعدت الف لغايه ما لقيت الحلوه دي ب15 جنيه عند واحد كده برضو صاحبنا في السوق، برضو ب15 جنيه. جبت 2 كيلو اهم ينفعوا برضو، لان هي بصراحه الاسعار بتاعه الطماطم غلت جدا، فانا برضو قلت عشان خاطر ينفعوا. طبعا اللي كانوا شايلين صلصه كده دلوقتي نافعاهم، لكن لقيتها والله دي اقل حاجه ب15 جنيه بس حلوه. يعني ام 20 كانت احلى، بس انا جبت ام 15 حلوه. يبقى كده 2 كيلو ب30 جنيه. وجبت كيلو الخيار ب5 جنيه. بصوا هتضحكوا عليا، بس انا جبت 2 كيلو ب10. هو حلو يعني، بقطعه كده شرايح للولاد وبيبقى جميل والله. مش لازم يعني نجيب الخيار غالي برضو. بصوا ده كده لقيته ب5 جنيه، جبت 2 كيلو ب10 جنيه. بصوا هنقطعه كده وان شاء الله نعمله مع السلطه ويبقى جميل. الحمد لله والله على نعمه ربنا، كل حاجه الحمد لله عليها. جبت ايه تاني؟ جبت رمان، بعمله بقى عصير، بحط عليه كده واحدة بنجر ببشرها واعمله عصير الرمان. ده مفيد جدا 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 اليومين دول. الكيلو ب15 برضو، جبت ال2 كيلو ب30 جنيه. الرمان من الحاجات اللي ضيعت لي الانيميا اقسم بالله. يعني لو انت عطيتيها عصير لولادك، حطي فيها من غير ما تسلقي البنجر، ابشري فيها بنجرايه كده واضربيهم في الخلاط بشويه سكر. لو انت بتعملي دايت سكر ستيفيا او اي حاجه اللي انت عايزاه. وبحطه بقى في ازاز صغننه كده بياخدوا معاهم، بوفر تمن العصير والحمد لله. طبعا علبه العصير اقل علبه عصير ب10 جنيه ولا حاجه، وما بتبقاش حلوه قوي. فاحنا نعمل العصاير. وعندي برضو شويه جوافه ان شاء الله باذن الله هعملها. ويبقى كده عملنا برضو العصير بتاع الولاد بتاع الجوافه والعصير بتاع الرمان. بصوا بقى اتبقى معايا 70 جنيه وانا جايه. ال70 جنيه جبت بيهم كيلو مكرونه كان نفسي فيها بصراحه. الجوجع دي او ودن القطه انا بحبها قوي، وما صدقت شفتها بصراحه بدور عليها ما بلاقيهاش كتير. فجبت كيلو ب24 جنيه، ولقيت الرز ب23 جنيه والله جميل جدا جدا برضو عند الراجل. جبت 2 كيلو كده عملوا 70 جنيه. يبقى كده 2 كيلو. بصوا انا بجيب الكيلو كل كيلو لوحده، عشان بصراحه انا عندي احنا اسره من 5 افراد، فانا بجيب كيلو. يعني يا دوبك الكيلو بيجي معايا. وطبعا كيلو مكرونه اهو هيوفر معايا برضو الاسبوع الجاي كله. ممكن اعمل يوم مكرونه وبيض وحمر بطاطس، ممكن يوم تاني اعمل خلطه محشي، ممكن المهم يعني هنعمل ان شاء الله باذن الله. ممكن اعمل كشري رز على عدس، ممكن اعمل كشري مصري. المهم انها ان شاء الله هتتدبر باذن الله. بصوا بقى هقول لكم المفاجاه اللي انا قلت لكم عليها. انا رحت السوق يا حبايبي وجبت 2 كيلو ونص سمك والله العظيم. هو كان في الاخر يعني ب40 جنيه. بصوا انا مش عايزه افتح الكيستين بس عشان ما بهدلش الدنيا عشان القطط. بصوا السمكه جميله، واللي بتقولي السمكه ميته بصي اهي، شايفه الخيشوم بتاعها عامل ازاي. لقيت الكيلو ب40 جنيه. بصوا فجبت بصوا دول 2.5. الراجل حطلي 2.5 كيلو. 2.5 كيلو ب100 جنيه. وانا ماشيه بقى قال لي تعالوا والله العظيم كده قام لم كل اللي في البتاعه. بصوا بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. لم كل اللي في البتاعه حوالي برضو 2 كيلو ونص، وقال لجوزي هات 80 جنيه والله العظيم. يعني حوالي 5 كيلو سمك. بصوا والله جميل وحي. عشان اللي قالت لي دي سمكه ميته اهي، انا بفتح قدامكم الخيشوم بتاعها اهو، بس طبعا الكاميرا مش جايبه كويس. والله العظيم ب40 جنيه. ودول كده حبه لوحدهم ب80 جنيه. طبعا دول انا هقصقصهم، هشوي منهم اللي هشويه وهقلي منهم الباقي، وان شاء الله باذن الله
هيكفوني كذا يوم ان شاء الله في الاسبوع الجاي. بصراحة احنا من نوع من نوع القطط اللي بتحب الاسماك يعني، فان شاء الله باذن الله دول هيكفوا معايا. هخش بقى المطبخ دلوقتي. يا رب دايما تكونوا بصحة وبخير، يا رب الميزانية بتاعت النهاردة تكون عجبتكم، يا رب المشتريات تكون عجبتكم. وما تقوليش الاسعار دي من على موازي، روحي شارع القاهرة وان شاء الله باذن الله هتلاقي فيه كل الحاجات اللي انت عايزاها لو من اسكندرية. يا رب كده دايما تكونوا بصحة وبخير، يا رب الفيديوهات تكون بتفيدكم. خلاص، ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة. بحبكم واشوفكم بقى في مشتريات وفيديوهات وميزانيات وروتينات وحاجات جميلة قوي قوي قوي. مع السلامة. اعذروني اللي انا اتأخرت عليكم. مع السلامة، باي باي.